السلام عليكم. دراما جديدة، يب مثل ما سمعتوا دراما جديدة ومشكلة جديدة. حرفيا هالدراما نفس دراما غيث وبيسان اللي صارت من سنة، وقت صارت بيسان تقول ما عزموني على العرس ومدري شو. حرفيا هاي الدراما نفسها. القصة ما فيها انه من بعد ما خطبوا اسامة وشيرين طلعت لك كارولين يا معلم وقالت ليش ما عزمتوني يا كلاب يا بمزح، هي ما قالت يا كلاب وما حكيت شيء. رح فرجيكم المشكلة كلياتها من طقطق للسلام عليكم. وعليكم السلام. لحظة، كأنيتني انا سلمت ورديت السلام على حالي. لا اله الا الله. هلا اولادي فادي وشادي وعبد الهادي كلياتهم بسلموا عليكم، بيقولوا لكم حطوا لايك واشتراك ووصلوا هذا الفيديو 100 لايك يعني بمعيتكم. اوكي، هلا قبل ما نبلش بالفيديو خلونا نتفق على موضوع انه الخطبة او العرس بيكون هيك شيء مفرح وشيء مصيري هيك لصاحب العلاقة، يعني العريس والعروس. ما بحق لك تيجي تنكد عليهم لانه ما اجوا عزموك، يعني شو ما كان الظرف. لانه تخيل انت يا عزيزي المشاهد تروح تخطب او انك تنخطبي مثلا وفجأة تلاقي حدا صار ينكد عليك ويقول لك ليش ما عزمتني يا واطي يا كلب يا حيوان. هلا هي ما قالت هيك، بس انه كمان برضو تعبير مزاجي، فاهمين؟ ليش ما عزمتني؟ انا لازم تعزمني. هم حرين يعزموك ولا لا. يعني بركي انت زلمه مثلا ريحتك طالعه وهن ما بدي يجيبوك مشان ما تقرف المعزومين. يعني انا عم بحكي مثال، ما قصدي على كارولين، يعني ما بعرف اذا هي ريحتها طالعه ولا لا. يا اخي بتحسوا هالموضوع نفس هيك انه حلقه ضايعه وقت اللي بيعزموا جودي وما بيعزموا اسعد. اسعد بيروح بيزعل، بيروح لعند الوحوش الضاريات، بيروح بيعيش بالبريه. حرفيا بتحسوها هيك نفس السيناريو. ما رحت على خطبه اسامه وشيرين. ضروري انا اني اطلع احكي لحتى ما تفكروا انه هذا الشيء طالع مني انا. بحس بصراحة انه ما كان ضروري انك تطلعي وتحكي، او كان فيك تقولي انه هن ما عزموني بس هيك، ما في داعي تسوي دراما. هي لسه عم تحكي حكي لقدام. هلا افرجيكم. انا فعليا مصدومة، يعني مصدومة من الشيء اللي صار، انه انا فعليا ما انعزمت. ليش مصدومة؟ انا مش فاهم. يعني عادي يا اخوان، ترى والله مو نهاية العالم. اتوقع انه البنات بيكبروا هالمواضيع زيادة عن اللزوم. هيك البنات كتير بيحبوا الاعراس، يعني مشان هيك هي زعلانة. يا اخوان انا لو رفيقي مثلا اتجوز وما عزمني على عرسه احسن. والله حرفيا احسن. يا اخوان انا اكثر من مرة ناس تعزمني على اعراس وما اروح. اطنش، مو لانتني انا بكره الناس ولا شيء، بس لاني انا زلمه بحب الاعراس، ما بحب العجقه وهيك، بحب الهدوء. انا زلمه بحب الهدوء. ولسه على الشاطر بده يجي يمسك ايدك ويقول لك تعال ارقص ومدري شو. انا ما بعرف ارقص، يعني ضروري اقولها عبلاطه ما بعرف ارقص. ما بعرف غير اسوي هاي الحركه تبعت طاسه بارده طاسه سخنه. حرفيا ما بحب الاعراس. بس اتوقع البنات بياخذوا هالمواضيع على محمل الجد زياده. يا اخوان انا العرس الوحيد اللي رحت عليه بحياتي هو عرس اخوي، وتعرفوا والله لو مو العيب ما كنت رحت. مو لسبب اني انا ما بدي افرح مع اخوي، لا، لاني ما بحب الاعراس. اقسم بالله بستغلظ الموضوع، مع اني انا يعني بتمنى الخير للكل. هو شوفوا دائما اي حدا بالسوشيال ميديا بيجي بيقول لك انا بتمنى الخير للكل، انا بحب الكل، انا احسن واحد بالعالم. ودائما بتلاقي نفسه هذا البني ادم عم بيحكي عن الناس البقيه انهم سيئين. طب سؤال، يعني وين المناح فيهم؟ يعني وين عن جد عم بحكي؟ يعني مين اللي عن جد منيح فيكم؟ بس حدا يفهمني. كل حدا بيطلع بيقول لك يعني والله شوف انا منيح بس هذوليك كلهم زباله. هو ما في حدا بيحكي على زيته عكر، فاهمين؟ ما في حدا بيجي بيقول لك والله شوفوني انا انسان زباله. اكيد ما حيجي حدا يطلع ويقول لك هيك، لانه كل حدا بالعالم، هاي مو بس اليوتيوبرز، الكل بشكل عام، كل الناس بيحاولوا يكبروا بنفسهم انه يشوفوني انه انا زلمه منيح، انا اسطوره. الناس البقيه كلهم زباله، انا غير، انا احسنهم. وهالشي ما بس بينطبق على اليوتيوبرز، بينطبق على كل الناس. ما عندي مشكلة مع اي حدا نهائيا. حتى كان أسامة يعزمني على فيديوهاته وأنا أكون أول الناس، روح أول الناس وشارك بفيديوهاته. حتى من فعليا من شهرين عزمني على فيديو الكراسي، آخر فيديو كراسي هو عمله، بس أنا للأسف اعتذرت لأنه كان عندي تصوير معين وما قدرت. هلا هذا شغل يا كارولين، هذا شغل، غير لو انه عزمك على عرس. في فرق بين الشغل وفي فرق بين الخطبة، فاهمين؟ بعدين عادي ممكن يكون مثلا اسامة او شيرين مثلا نسوا يعزموها، يعني عادي اصلا الواحد بالخطبة هيك بيكون مكركب، فاهمين؟ بس الصراحة انا يعني زعلت، حسيت انه معناتها في كتير امور تمثيل. وغير هيك انه هو لما بيشوفني بيقول لي انه والله فيديوهاتك حلوه، اللي عم تسويه حلو، وانا بادله نفس الشيء. فبيجي انا كل الناس تنعزم وانا لا. انه ليش؟ خير شو في؟ ما عم بفهم.
لا، انا زميلي مثلي مثلكم، الكل ينعزم، الكل فعليا الكل بدبي وبغير دبي الا انا. ليش؟ خير شو في؟ حتى لدرجه انه انا ما عندي مشاكل مع حدا، لدرجه انه من اسبوعين 3 كنت بعرس شيرو وسلمت على البنات وسلموا علي بكل حب وبكل احترام. ترى شوفوا يا اخوان، هي بجوز تكون يعني مزعوجة من الموضوع، بس بنفس الوقت حلو الواحد انه هيك اذا حدا مثلا طنشه يرجع يطنشه هو هيك لحاله، انه خلص انت ما عملت لي قيمة، انا ما حاعمل لك، ما حرد لك يعني قيمة، ما حاعمل لك قيمة كمان. انت وقت طلعتي وقلتي انه اوه ما عزموني ومدري شو، قللتي من نفسك. يعني لو انه ما حاكي شيء او مثلا بس حدا سائلك من المتابعين انه انت ليش ما رحتي، قلتي له انه هني ما عزموني وبس، يعني خلص هيك الشغله حتنتهي، ما حتكون مشكله. بس هي صارت تقول انه كل الناس انعزموا الا انا ما انعزمت، هني متآمرين علي. يا اخوان انا ما عم دافع عن شيرين واسامه، حرفيا انا ماني مهتم اذا هن بدي يعزموها ولا لا، بس انا طالع عم بحكي انه هالشغله مو شغله عظيمه، تمام؟ ابدا مو شغله عظيمه، صدقوني انه حدا ما يعزمك على عرسه او على خطبته. خلص بكره انت وقت اللي تنخطبي او تتجوزي مثلا لا تعزميهم. انا متأكد انه كارولين حيجي عليها يوم وتلاقيها خطبت او تجوزت وعملت نفس اللي عم يعملوه اليوتيوبرز هلا، مثل الشيء اللي عم يسويه حاليا اسامة وشيرين. وهو عادي انك تروح مثلا تنشر انه اوه والله انت خطبت، حلو يعني انك توثق هالامور، بس شو وضع اليوتيوبرز؟ يعني سووا الموضوع ترند، اقسم بالله حلبوا القصة. ترى عادي اسامة وشيرين مو اول يعني اثنين بيتجوزوا او بيخطبوا، يعني ليش محسسيني وكأنه هالشي ما بيصير كل يوم؟ ولسه عندكم تالا صفوان يا اخوان، اقسم بالله حلبة القصة، في إلها فيديو حرفيا انبسطت اكثر من اسامة وشيرين نفسهم. وربي يا جماعة احلى مقطع شفته في حياتي كلها مقطع اسامة وشيرين. يا الله يا الله، هربنا من وجهي هذه اللحظة. يا الله يا الله، واخيرا يا جماعة الحلم صار. يعني انا بصراحة اول ما شفت الفيديو تبع تالا صفوان قلت يعني ايش في هي لهالدرجة يعني رفقة معهم يعني؟ بشكل عام ما بدي احكي اكثر، ما بدي يطلع مني حكي بالغلط اعمل اي مشكله مع اي حدا، وما بعرف شو بدي احكي، ما بعرف شو بدي احكي. انا لازم بطلع احكي ووضح. يلي ما بيحترمني من يوم ورايح انا ما عاد اسكت صراحه. اللي ما بيحترمني هن بس ما عزموكي، هن ما قللوا من احترامك. يا اخوان عن جد انا وقت اللي بشوف انه شلون عم تحكي هيك تجينا الضحكه، انه انا حرفيا اذا حدا عزمني على عرسه او على خطبه او حيا الله شيء باكل هم انه لسه هلا بدي البس وبدي اروح على الحلاق وبدي مشكله، اقسم بالله. خصوصي انا يعني زلمه كسول وما بنزل فيديو من السنه للسنه وكمان تيجي تعزمني على عرسك، لا حبيبي ما لي علاقه. وبس يا اخوان اعطوني رايكم بالدراما اللي صايره حاليا. انا شوفوا بالنسبه إلي انه الدراما ما لها داعي، نفسها نفس دراما احمد ابو الرب وبرهوم. اقسم بالله الدراما حاليا صايره يعني من ولا سبب. هلا زمان وقت اللي صار هالشي مع بيسان وغيس وساره يعني صار شويه شغلات منطقيه، فاهمين؟ انه لما اخته لغيس نزلت ستوري وصارت تستفز بيسان، مشان هيك بيسان بعدها طلعت بالستوري وصارت تبهدل الكل. يعني اوكي كان فيها شويه شغلات منطقيه لانه الدراما تصير، بس حرفيا الدراما حاليا ما من امها داعي، يعني صايره من ولا شيء، فاهمين؟ وبس يا اخوان لهون خلصنا الفيديو اليوم. لا تنسوا تسووا لايك واشتراك، ان شاء الله بهالايام راجع بقوي وراح نزل فيديوهات اكثر. ويلا بيس.